السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام علي. اليوم راح نديرو الخبز العدس، يعني صحي وفيش الجلوتين. ان شاء الله نشوفوا هذه الوصفه. ندي كاس هكذا تاع عدس الاحمر نغسلوه. العدس هذا لازم يتغسل مليح، يروح له كامل هذيك البيوضه تاعو، نقيوه مليح من الجلوتين تاعو هذاك. نغسلوه كما يلزم. بعد ما غسلته عدة مرات حاولك صفيته، لازم الماء يولي صافي، لازم هذاك البيوضية كامل تفنح. نحطه في الماء، هاك تشوفين، نحطوه الماء صافي، نحطه في الماء واحد 3 سوايع ولا 4. نعاود نوريكم كيفاش راح نديرو هذا الخبز العدس الصحي ان شاء الله. خليت العدس ديالي، شوف كيفاش نشف، خليته 4 سوايع. تقدري دبيتيه ديريه كيما نقولوا البارح حتى الصباح تخدميه. انا خليته هكا دوك، شوف صاون الماء صافي. نصفيه ونكمل نوريكم واش راح ندير. نشفتو لا صفيتو، هاوليك نجيب لاشواغ تاعي، ديريه وين حبيتي. انا نديروه في لاشواغ، نرحيه هاوليك. عندي ندير فيه 2 حبات تاع بيض، زوج حبات بيض، نص كاس تاع رايب ولا حليب، واش عندك، قشطه ولا ياغورت ناتشور. عندي الملح وعندي بيكربونات صودا تاع الاكل هكذا. عندي نص كاس تاع الزيت، زيت الزيتون. لما عندكش زيت زيتون ديري زيت المائده. هاك دوك نرحيه، نعاود نوريلك. هاوليك رحيتو، هاوليك شوفي ما شاء الله. يعني لازم ترحيه مليح، ما يقعدش فيه هذيك الحبيبات. وني درت نص مغرف كمون باش تروح هذيك الريحه تاع العدس من الخبز. عندي هكاتيك المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق الكامل. نديرو هكذا، هكذا. وندير زرارة، ندير فيه سانوج، هذه هي حبة البركة. ندير زريعة الكتان. الحبوب واش عندك ديري، ماشي شرط ديري واش درت انا. هكذا. وندير الجلجلان هاهوليك. وني شعلت الفرن على 180 درجة. عندي واحد تجي من 10 دقائق ملي شعلته. دوك نحطو وكي يطيب نوريه لكم جاهز ان شاء الله. السلام عليكم. وجد معنا الخبز تاع العدس ما شاء الله، شوفي كيفاش خرج، يعني روعه والله روعه. خليته برد، ما لازمش تقسميه وهو سخون، كي تقسميه هو سخون يتفتت معك. هاوليك دوك نقسم معاكم. بسم الله، شوفي كيفاش خرج، رائع رائع.
والله خبز ولا اروع. والطري ما حرقتوش. ها شوفوا اقسموها، رائع رائع هذا الخبز، جربيه والله ما تندمي. خلونا من هذا الخبز تاع الفرينه اللي تجيب لنا الامراض. ان شاء الله يا ربي يعجبك هذه الوصفه وتشوفيها وديريها ان شاء الله يا ربي. لا تنسونيش بالجيم والبارطاج. والسلام عليكم.